لو حابب تتفرج على ملخص أول 5 حلقات هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. بيجي المدياسة عالم فيزياء من وكالة ناسا بيتكلم مع الطلبة عن الفضاء والصواريخ والتكلفة المهولة للصواريخ، خصوصا إن الصواريخ ما بيتمش الاستفادة منها لأنها بتترمي في المحيطات وهي نازلة. فشيلدون قال له طيب ما تعملوا لها قاعدة في المحيط تمكنها من الهبوط عليها، وكذلك توجهوا الصاروخ إنه ينزل عليها. فالعالم ده قعد يضحك ويتريق على كلام شيلدون وافتكره طفل بيقول أي كلام وخلاص، وعشان يسكته قام اداله بادج عليه وكالة ناسا وقال له خلي أمك تخيطولك في الهدوم. فشيلدون اتضايق جدا جدا وقال في عقل باله إنه لازم يثبت للعالم ده قد إيه هو ذكي وعبقري، وقعد يذاكر ويحل في معادلات عشان يوصل لحل، وطلب من أبوه إنه يشتريله جهاز كمبيوتر عشان يساعده. بس أبوه قعد يقوله إن مفيش فلوس كفاية عشان يشتريله كمبيوتر، كمان ما كانوش موافقين إنه يروح وكالة ناسا عشان يشتغل هناك. وشيلدون قعد يفكر لحد ما قدر يوصل لحل فعلا وبعته لوكالة ناسا، بس محدش سأل فيه. وشيلدون بقى من كتر التفكير والسهر وقلة الأكل جاتله قرحة، وقال لهم دي بسبب إنكم مش عايزين تودوني وكالة ناسا ولا حتى للعالم اللي جالنا المدياسة عشان أثبت له إنه غلط وإني صح. لحد ما أبوه جاب آخر وقام خده ووداه للعالم ده، ودخل فعلا شيلدون وشرح للعالم ده كل حاجة، والعالم ده اقتنع ان شيلدون عبقري، بس في نفس الوقت قال له دي تكلفة عالية جدا واحنا كمان ما عندناش الامكانية لتنفيذ هذه الخطة في الوضع الحالي. بس شيلدون كان عمل اللي في دماغه، وعشان كده استريح وكمان شكر ابوه. وقبل ما الحلقة ما بتخلص بيجيبوا ان بعد اكتر من 20 سنة بتقدر شركة ايلون ماسك للصواريخ انها تستقبل الصواريخ اللي جاية من الفضاء وتعمل لها قاعدة في المحيط. ومش بس كده، ده بيجيبوا ايلون ماسك بنفسه بيقرا في المعادلات اللي كان كاتبها شيلدون. واحلى حاجة في المسلسل ده انه مش بيركز على شيلدون وبس، لا ده بيركز على جوانب تانية في حياة العيلة كلها، زي ان ميمو ستهم بتعمل احلى لحم بقري بياكلوا صوابعهم وراه، وبتعملها بوصفة سحرية محدش يعرفها خالص. وجورج ابوهم كان هيموت ويعرفها منها، بس هي كل مرة ما بترضاش تديها له. بس في مرة وهما بيتعشوا كده قالت له قوم هات ورقة وقلم وانا هكتب لك الوصفة، بس كتبت له فيها لما تشوف حلمة ودنك. والموضوع ده أثر في جورج جدا، وطلع القديم والجديد بقى، وقال لمراته امك اصلا ما بتحبنيش من ساعة ما جيت اتجوزك، وعشان كده على طول بتبقى عايزة تعكنن عليا. وجورج وماري اتخانقوا بسبب الموضوع ده، وماري وامها وشيلدون وميسي خرجوا مع بعض، وما فضلش في البيت غير جورج وجورجي. وحاول جورج انه يدخل بيت ميمو في غيابها ويسرق الوصفة، بس هي طلعت اذكى منه وما كانتش كاتباها. ولما ميمو حست ان بنتها هتطلق بسببها قالت خلاص، وقامت مدية لجورج الوصفة. وهو كان مبسوط جدا وقعد يجيب كل الحاجات اللي كانت طلباها، وبالرغم انها كانت طلبات غريبة وخلته يلف امريكا كلها عليها، الا انه ما استسلمش وجاب كل الحاجات اللي هي كانت كاتباها، وقعد يومين بحالهم عشان يعمل حتة لحمة. بس في الاخر ما طلعتش هي الوصفة، وكان جورج هيتجنن ويخش يقتلها، بس ساب لهم البيت ومشي. وميمو كانت قاعدة وفرحانة على جوز بنتها لهبل. ولما العيال حسوا ان الموضوع ده ممكن يوصل ابوهم وامهم للطلاق، قالوا لازم نشوف حل نعرف بيه الوصفة. لحد اما شيلدون افتكر وهو صغير ما كملش سنتين كانت ميمو بتأكله وقالت له على الوصفة باعتبار انه لسه صغير واستحالة يفتكرها. فقام شيلدون مجمعهم كلهم وقال لهم انا عارف الوصفة. قالوا له استحالة، انت كنت لسه بيبي ساعتها، وبدأ يقول لهم فعلا على مكونات الوصفة. فقامت ميمو قالت له لا خلاص كفاية، انت عارفها كده فعلا. وبعد كده ميمو قالت لجورج معلش حقك عليا، انا اسفة، انا كنت على طول متضايقة منك وكنت محتاجة لبنتي عريس احسن منك، بس بصراحة انت طلعت راجل شهم وما تتعيبش. وقاموا حضنوا بعض وتصالحوا. بعد كده ماي قالت لجوزها انت ليه ما بتقضيش وقت كبير مع شيلدون زي ما بتقضيه مع جورجي، الوقت كده هيطلع معقد. قال لها ما انت عارفة انه ما بيحبش اي حاجة من اللي انا بعملها، لا لعب الكورة ولا الصيد ولا حتى التخييم في الصحراء. قالت له شوفوا هو عايز يعمل ايه واعمله له، ودي حاجة هتبسطه. وفعلا راح جورج وقال لشيلدون تحب نعمل ايه الويك اند ده مع بعض يا شيلدون؟ قال له بصراحة يا بابا انا كان نفسي اتفرج على الصاروخ وهو بيطير للفضاء من القاعدة بتاعته. ابوه قال له بس المكان ده بعيد جدا، ده حوالي 13 ساعة سفر ولازم نبات بره وموال. فشيلدون قال له خلاص يا بابا انا مش عايز اتعبك. فابوه قال له لا طالما دي حاجة هتبسطك يبقى هنعملها انا وانت واخوك. وفعلا حضروا شنطهم وسافروا، وما كانتش سفرية ممتعة خالص لان الدنيا مطرت عليهم وما قدروش يروحوا يتفرجوا على الصاروخ ولا يعملوا اي حاجة.
بس في نفس الوقت جورج قضى وقت مع ابنه، بس الحظ النحس هو اللي منعهم من انهم يشوفوا الصاروخ. بعد كده جورجي درجاته في امتحانات الرياضة كانت وحشة جدا، ولو كان سقط في الامتحان الجاي ما كانش هيكمل لعب في فرقة الكورة. فعشان كده ابوه طلب من شيلدون انه يساعده في مقابل انه هيديله 20 دولار. وحاول فعلا شيلدون مع جورجي، بس الواد جورجي ده اغبى من الغباء نفسه وما بيفهمش. وابوه قال لشيلدون معلش تعالى على نفسك شوية وهديك 40 دولار لو نجح في الامتحان. وقعد يحاول شيلدون مع اخوه برضه، بس اخوه برضه ما كانش في دماغه حاجة غير اللعب وبس، لحد ما جه ميعاد الامتحان وامتحنه وطلعت النتيجة كمان. وشيلدون كان فاكر ان اخوه اكيد هيسقط، بس لقاه نجح. فشيلدون بقى مستغرب ازاي نجح، واكتشف بقى ان اخوه غش وده اللي نجحه. بس شيلدون ضميره بدأ يأنبه، بس في نفس الوقت لقى الدنيا مشيت ومحدش عرف حاجة. فشيلدون راح يتعلم من جورجي الكذب والغش، وبقى يستخدم الكذب والغش في حياته عشان تسهل له الدنيا، ودي كانت أول مرة يعمل كده. وقام مزور خط أمه وبعته للمدرس بتاع الألعاب عشان يخليه يتغيب عن حصص الألعاب. وكمان بقى يكذب على أخته عشان يقعد يتفرج على البرامج العلمية على التلفزيون بدل الهبل اللي هي بتشغله ده. وفضل يكذب ويكذب ويكذب لحد ما اكتشفوا كذبته وعلموه ان اللي هو بيعمله ده غلط وكمان عاقبوه. بس شيلدون بقى يعامل المدرسين بتوعه بوقاحة، وبقى يطلع فيهم القطط الفاطسة ويحسسهم انهم اغبياء كمان، لحد ما المدير بتاعه جاب امه وابوه قال لهم ان في مدرسة في دالاس للطلبة المتفوقين، على ما اعتقد انها هتناسب شيلدون اكتر من المدرسة دي. بس كان في مشكلة، المدرسة دي بعيدة عن البيت ب3 ساعات، فلازم يقعد شيلدون هناك ويبقى يجي لهم في الويك اند. وامه ما كانتش موافقة على حاجة زي كده، فابوه قال ناخد رأيه، وشيلدون وافق على طول من قبل حتى ما يفكر، وراح المدرسة فعلا وحب المكان هناك، وكمان هيقعد في بيت مديرة المدرسة. بس الدنيا ما مشيتش تمام، لان امه وابوه واخته افتقدوه جدا، وكذلك سته. مفيش غير اخوه جورجي الندل اللي ما كانش فايق معاه حاجة، وكان فرحان اصلا ان شيلدون مشي. وامه كانت قلقانة عليه جدا وما قدرتش تنام وابنها بعيد عنها، وكذلك شيلدون ما قدرش ينام في البيت الجديد ده، وحس انه مش مستريح خالص هناك، لحد ما ابوه يروح ويرجعه في نفس الليلة عشان امه. وبكده تكون خلصت الحلقة العاشرة. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتابعني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تحبطني كومنت عشان ابطل.